هذا أكل اليوم. هاي عندنا اليوم واكشين مال العيد. اول شيء عندنا هاي اللم الحامض ويا الكراعين. طبعا الحامض مهم كلش بهاي الشغلات، بومبار وكباب، يعني اكل الصبح. راح أضيف كوبين رز مطحون طبعا وجاهز، سميد ناعم وربع كوب. راح أعجنه بمي بارد ثلج على مود ريحة مال زفارة لا تطلع. هنا راح أضيف كوب ونص لحم مثروم بدون دهن. هسه راح أبلش أعجن بمي بارد ثلج. عجينتها كلش سهلة وسريعة. تقدرون تضيفون هنا بهارات اللي تحبوها ويا العجينة. أنا ضفت بس بهارات السبعة وملح. بالنهاية ضفتها لأن نسيت أضيفها بداية. باعوا شلون عجينة حلوة. هسه راح أسويها بماكينة. أضيف شوية ملح، كان لازم بالبداية بس نسيت بهارات السبعة. راح أسويهم بماكينة أثرمهم ناعم. سويتهم مرتين. طبعا عجينتها كلش حلوة، يعني لما تشتغلون بيها كلش سهلة. باعوا شلون عجينة تخبل. كمية المي انتي تتحكمين بالمي تضيفين. اهم شي المقادير: كوبين رز مطحون، ربع كوب سميد، كوب ونص لحم. هذا لحم مال حشوة بس قليت البصل. هنا دا أسلق اللحم والحمص منقعته قبلها بيوم، وهسه راح أسلقه. راح أعوفه على النار. ضفت مي حار، راح أعوفه على النار على ما يستوي. لازم يستوي كل زين، والكبة ما تاخذ وقت هواية، قبل تستوي سريع. هسه راح أبلش أسوي كبة. حضرت الشاي، هنا عندي الزيت. أدهن إيدي بالزيت على مود لا تلزق العجينة بيدي. بعد شلون صغار دا أسويهم، أخذ قالب مالتهم من قلاص صغير. هاي هنا سلقت الكبة. كلش سهلة للسلق. ورا ما يستوي الحمص واللحم شوية يضيفون بهارات السبعة وفلفل حاد، كلش طيبة تطلع. وهنا مسوية بومبار لابو كريس ويا كبة وقراعين، بس ما صورت الطريقة لأن تاخذ وقت. وهنا هذا مي مال بومبار، وهنا هذا مي مال قراعين، بس ابو كريس كله خبطهم سوا. وهذا سبريت، هاي إلي والصغار، ما بي لا بومبار ولا قراعين، بس لحم وحمص وكبة. تفضلوا. باعوا شلون المنظر يشهي. طبعا الكباب كلش صغار سويتهم. لما ضفت كوب ونص لحم صارت أكثر ناعسة الكبة، ما صارت قوية. لازم تكون كلش صغيرة لما تشتغلون بيها، ما يصير تسووها كلش كبيرة. وللسلق ما تاخذ وقت مثل الكبة تجريش، تصير سريع. صوتي رايح. أجواء العيد قضينا يوم حلو ويا الفاميلي، هدوء وسلام. That's it. هو شنو العيد يعني. وهذا الباتشل ابو كريز، باعوا الدهن مالتها شلونه كلش مستوية زين. طبعا القراعين مهروسة هرس، صايرة مثل التشريب مال خبز. هنا عندي مخللات البيت، حضرت الشغلات، طرشي البيت، كل شي بالبيت أسويه. وهاي الأكل جهز. صحتين وهنا. طبعا طريقة كبة هاي كل سهلة وما تاخذ وقت، ولما تشتغلون بيها ايزي. That's it. نشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله. كل سنة والجميع العيد بأفراح. كان يوم ممتع ويا بكرس الحلو ويا الأطفال. بالنسبة لحشوة اللحم مع الكبة ضفت بهارات السبعة وفلفل أسود وملح. انتو بكيفكم كمية اللي تحبون. اني ما اضيف هواية بهارات بالهاي الكبة لأن طعمها كلش طيب، واللحم اللي اجيبه توب، يعني ما تحتاج
بهارات على المود يضيع الطعم. اوكي باي. وهنا ابو كريس دا ينطي رأيه بالاكل، دا يقول كلش طيبة. طبعا اكل هواية ونام هواية. كان يوم حلو يا ابو كريس. طبعا هو ياكل الباتشا بس اني ما اكلها، تعلمت اسويها خاطره، فاللي يحب ابو كريس اسوي له اياه، يدلل غالي وغالي. شلون مسويتها الذوب ذوبان، صحتين وهنا. اوكي. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. ابو كريس شلون الوضع؟ شاي خلصت؟ شلون كانت؟ أكل معدل الحلقة الحلوة. أبو كريس شنو رأيك بالأكل اليوم؟ عجبك؟ بمبارات السوالف. شلون مستوي البمبار؟ كلش تبع شيلك. مهروس بعد الرجلين، مهروسة هرس. كراعين ولا قراعين صايرة مثل التشريب، مثل الصمون بعد. شلونها؟ انت ما تاكلي راح بالصوري؟ لا. ابو كريس يذوق الكبة بس حارة هواية. الكبة حطيها بعد شلون محشية بس صغيرة كلش. وابو كريس ينطينا رأيه. طيبة؟ هو اليوم تريق وتغدى باتشا. اوكي نشوفكم في الفيديو القادم. باي جايز. هذا كان اكلنا لليوم، اكل معدل الحلقة الحلوة. ابو كريس شنو رأيك بالاكل اليوم؟ عجبك؟ بمبارات السوالف. شلون مستوي البمبار؟ كلش تبع شيلك. مهروس بعد الرجلين، مهروسة هرس. كراعين ولا قراعين صايرة مثل التشريب، مثل الصمون بعد. شلونها؟ انت ما تاكلي راح بالصوري؟ لا. ابو كريس يذوق الكبة بس حارة هواية. الكبة حطيها بعد شلون محشية بس صغيرة كلش. وابو كريس ينطينا رأيه. طيبة؟ هو اليوم تريق وتغدى باتشا. اوكي نشوفكم في الفيديو القادم. باي جايز. هذا كان اكلنا لليوم. الجوعان تفضل. بعد شلون مستويين، مهروسين هرز بعض بقوة، داشينهم معلقتين، مستويين كل زين. هذا الحمص مهروس هرز بعض مستوي. شو مستوي. الجوعان خليجي لا يستحي من عندنا. بعد لحم كل شي مستوي، تحفة فنية.